جدل واسع في أمريكا، وخاصة من زبائن والمارت. والمارت أكبر سلسلة هايبر ماركتس في أمريكا ويمكن في العالم كله. لاحظ الزبائن في الفترة الأخيرة أن الموظفين لابسين كاميرا على أجسامهم، كاميرات شبه الكاميرات اللي بيلبسها رجال الشرطة. لما الزبائن استفسرت قالوا لهم دي سياسة والمارت الجديدة، الموظفين بتوعنا هيلبسوا كاميرات أثناء شغلهم. الزبائن طبعا استاءوا لأن في زبائن ما تحبش حد يصورها وهم بيشتروا أي حاجة، ولكن الإدارة بتقول إن ده لضمان سلامة المتسوقين والعاملين. معرفش إذا كان عندكم خلفية ولا لأ، ولكن ظاهرة من ظواهر التيك توك اللي انتشرت في الفترة الأخيرة، ظاهرة سيئة جدا انتشرت، وهي إن صناع المحتوى والتيك توكرز واللي ملهمش شغل ولا مشغلة بيجوا ينزلوا يغلسوا على الموظفين في الوالمارت وفي أي سلسلة محلات عادية، عشان الوالمارت سلسلة كبيرة فنصيبها من الغلاسة أكبر من كل السلاسل التانية. بينما بينكم بشوف فيديوهات على تيك توك تذل صراحة، يعني كتر خير الموظفين. فانت لو زبون رخم ما تربيتش رايح تغلس على الموظفين اكيد هتتراجع لما تشوف الكاميرا على اجسامهم، وخاصة لو عرفت ان الذكاء الصناعي هو اللي بيتابع وبيراقب الموضوع مش موظفين عاديين. التجربة حاليا شغالة في تكساس، وبعد شوية هيعمموها في كل الولايات. تقعدوا بالعافية، سلام.